اسمع أكتر ما بتتكلم، لأن السمع بيوصلك لمراحل عالية جدا من الفهم وبتكون راقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. الكلام الكتير بيوقع الإنسان في الغلط. بيقولك اللي من الندر ووفي، يعني خلي كلامك قليل. اسمع وحاول إنك تهدى وتفهم المعلومة الأول، لأن كل شيء ما بيتفهمش بمعنى واحد. على الرغم إن الصورة اللي قدام منك، يعني أنا ممكن أرفع كف إيدي وأقول لك ده إيه، في اللي هيفسره كف إيد، وفيها اللي هيفسره رقم 5 في الأعداد، وفي اللي هيقول 5 صوابع، وفي اللي هيقول كف وأنا أعرف أقرأه. تمام. ولكن هو في الأول وفي الآخر المعلومة غلط؟ لا، كلهم صح. تمام. يبقى احنا الموضوع لما بيتعرض قدامنا كل واحد بيفهمه بوجهة نظر معينة. ده مش عيب. زي ما قلنا الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية، ولكن مش بمعنى ان انا تنين اتكلم عمال على بطال واحاول فرض رأيي بالعافية، ومش عاوز ادي فرصة اللي قدامي انه يتكلم خالص نهائي ويقول لي اسمع اسمع، اقول له ايوه ما انا سامع ما انا سامع، وانا اصلا مش سامع اي حاجه. دايما التقل صنعه. فالانسان لما يبقى تقيل غير لما يبقى بارد. تقيل يعني ياخد الحوار يسمعه من الاول للاخر، يقدر يلم معلومات قيمه، يعرف يظبط اموره، يعرف يرد امتى، مش عمال على بطال على الهايفه وعلى الفاضيه وعلى المليانه يتكلم. فالصمت سيد المواقف وسيد الأحكام. والكلام كتير بيقل المعرفة زي ما بيقولوا في المثل، وبيقلل قيمة البني آدم وهيبته. ولكن الصمت بيعلي من قيمة البني آدم. الصمت هيبة. دمتم بخير.